الناس كلها قالت لك في الكومنتات ينفع تنزل مصر يا عم، انت دلوقتي ليه ما نزلتش؟ خايف اللي انا عملته واللي انا شفته يروح على الفاضي برضه. انا شفت الموت بعينيا اكتر من 4 مرات. انا قاعد 6 ايام في الميه، انا جالي الزايده في قلب البحر وخلاص. يا دوبك الاسكاترا الايطاليه جت اخدتني من البحر على اوضه العمليات على طول. ما قعدتش في الكامب ولا دخلت في حته. انا قعدت 12 يوم في قلب المستشفى. كان في مترجمه مغربيه وهي بتكلمني في التليفون، قالت لي يا محمد لازم تمضي على الورقه اللي في ايد الدكتور ديت عشان يخلوا مسؤوليتهم عنك، علشان الزايده فاضل لها حاجات بسيطه وتتفجر في بطنك. والمكنه عطلت بينا مرتين في قلب البحر. فمش عاوز اللي انا شفته ده كله يا احمد اجي انزل ما اعرفش ارد تاني. واحد صاحبي هو الصبع اللي في ايدي قال لي يا محمد ما تقلقش، بس انا مرعوب مش خايف. فانا مش ما عنديش القدره اللي انا انزل واقعد في مصر اللي انا البس جيش. وضعي في مصر ما يسمحليش اللي انا اعيش في مصر. ما فكرتش تعمل عمليه وتشيله؟ من حوالي 10 سنين الدكتور احمد جميل قال لي يا محمد تعال اشتلهولك والله من غير ولا جنيه. قلت له لا. ليه بقى يعني؟ مستحرمها. مش مضايقني في حاجه. اول حاجه انا النهارده عندي 26 سنه متاقلم عليه عادي وبتعامل مع الناس والناس كلها عارفه ان انا عندي 6 صوابع. فعادي ده خلقه بتاعت ربنا وربنا كاتب لي كده وخلقني كده ولازم انا اروح له كده.